السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. هنعمل النهارده صابون ما يدوبش على الحوض، صابون ما يعجنش. عارفين صابون البشره ليه بيغيب على الحوض اكتر من الصابون البلدي اللي احنا بنعمله؟ لانه في ماده اسمها حمض الشمع، هي اللي بتديله الصلابه دي وبتخليه يعيش وما يدوبش على الحوض. الماده دي احنا هنشتغل بالبديل بتاعها النهارده، بديل طبيعي هتاخدي منه نتيجه طبيعيه، علشان الصابونه اللي انت هتصنعيها بعد ما تعدي فتره الحضانه وتتخلص من كل تاثير الصودا الكاويه تبقى صابونه طبيعيه 100%. طبعا واضح قدامكم ان احنا هنعمل صابون بالدهن. سؤال وتكرر كتير، انا عندي كميه كبيره من الدهن، ينفع اعمل منها صابون؟ ينفع جدا. واحنا النهارده هنجرب زي ما انت شايفه كده في كوبايه واحده بس من الدهن. هتجيبي تلت كوبايه من الميه، تدوبي فيها معلقتين من الصودا الكاويه، بس مش معالق هرميه، معالق عاديه، وهتقلبيها وبعد كده هتسيبيها تهدى. مش عايزينها تبرد خالص، عايزينها تبقى دافيه، وهنسيب الدهن كمان لحد ما يبقى دافي زي الصودا بالظبط. هجيب دورق زي ما انت شايفه، انا حطيت في معلقه من الشاور جل، بس للاسف اتحذفت وانا بعمل المونتاج للفيديو. هنزل عليهم بكوبايه الدهن اللي انا مسيحاها بعد ما بقت دافيه، وهقلبهم كويس قوي. انا اي صابون بعمله بالدهن بخلي الصابونه دي لشعري، عشان كده بحط اضافات تناسب الشعر. لكن انت لو هتخلي الصابون ده للملابس وللاطباق ممكن تحطي اضافات تانية خالص هقولك عليها دلوقتي. برضو الصابونه اللي احنا هنصنعها بالاضافات دي تنفع لكل حاجه، تغسلي بيها ملابس، تغسلي بيها اطباق، تغسلي بيها كل حاجه، ما فيش مشكله. فلو ما عندكيش شاور، ما عندكيش شامبو، ممكن تحطي صابون اطباق برسيل جل، ممكن تحطي مثلا معلقه من اي جل عندك وتحطي معاه معلقه من مسحوق البودر، البوراكس، الزهره البيضاء، الكربوناتو، عادي جدا هتديكي برضو صابونه ناجحه. احنا عملنا مع بعض الصابون الدهن قبل كده، وطبعا شفتوا اللي حصل في الفيديو، وعالجنا المشكله وحولنا الصابون لصابون جليسرين. وكنت في نفس الفيديو ده انا عامله لاختي اللي طلبت مني الوصفه قطعه صغيره من الصابون، ويعني ظبطت الفيديو وعملت له مونتاج، وبعدين فجاه كده لقيته اتحذف مش موجود خالص على التليفون. فاختي سالتني على المقادير اللي انا عملت بيها الصابونه، وانا قلت لها بس حبيت اعمله لها عملي، علشان لو هي عايزه بقى تضاعف الكميه براحتها يبقى الفيديو واضح قدامها وتطبق زي ما هي عايزه كده بالاضافات اللي موجوده عندها، وتعمل الكميه اللي عندها كلها. والقاعده دلوقتي بقت معروفه، كوبايه من الدهن اللي انت مسيحاه هتاخد منك معلقتين عاديين من الصودا الكاويه تدوبيهم في تلت كوبايه من الميه، وتشتغلي على هذا الاساس وضعفي براحتك بقى. لو هتعملي الصابون ده للغسيل الملابس والاطباق، هتستبدلي بقى الشاور والشامبو بالصابون السائل بتاع الاطباق او البرسيل الجل، لكن هو كده ينفع لكله برضه مفيش مشكله. كان في اخت من اخواتي قالت لي ان الصابون عملته بالطريقه السخنه، وبعد ما جت قطعته اداها اشكال مش حلوه ومش عاجبها شكلها وخشن من فوق كده وفي بروز. المبشره الصغيره دي هتخلصك من المشكله دي، هتظبطي شكل الصابونه زي ما انا بعمل كده بالظبط، وهتبقى معاكي صابونه ناعمه وزي الفل. الصابونه دي بتكون ناشفه جدا وبتعيش معاكي على الحوض مش بتدوب. بس نصيحه، اي صابونه هتغسلي بيها مواعين او شراب او فوطه او اي حاجه، بعد ما تخلصي ما تسيبيهاش مبلوله ميه، نشفيها كويس قوي وحطها في مكان بعيد عن مصدر الميه علشان تنشف وترجع صلبه زي ما كانت تاني وتعضم. وادي رغوه الصابون، رغوه عاديه جدا زي الصابون اللي احنا عاملينه بالزيت بالظبط، ما فيش فرق. بالعكس بقى، صابون الدهن انسب صابون لشعرك ولبشرتك، صابون طبيعي بماده طبيعيه، مرطب ومغذي ممتاز وناشف وصلب وفيه كل حاجه. عيبه الوحيد بس ريحه الدهن، وزي ما قلت لك كده لازم تحطي اي اضافه عطريه في الصابونه. انا حطيت مثلا زي ما شفت دلوقتي فانيليا، ممكن تحطي بقى اي زيت عطري، او تحطي ايسانس الروايح اللي احنا حطيناه في الصابون السلايت بيجي من عند العطار، برضو ريحته حلوه قوي. 70 صلبت الصابونه ان شاء الله باذن الله تعملي الصابون اللي عندك كله ويبقى ناجح معاكي.